الملوخية المصرية على أصولها، من حلاوتها قعدت آكل نسيت إني أنا قاعدة أصور أصلا. شيء فاخر من الآخر. تعالوا أعلمكم كيف نسويها. نحط قدر على النار يغلي، نغسل الدجاجة ونحطها، لما تغلي نشيل الزفرة، بعدين نحط ملعقة صغيرة كزبرة، كمون، فلفل أسود، حبة بصلة كاملة من غير ما نقطعها، حبة طماطم نقطعها نصين، ونملح. ما نغطيها مرة عشان ما تغلي. على بال تستوي تعالوا نقطف الملوخية. أنا أحب أقطفها بالعرق، وهذه أحسن طريقة لتغسيل الملوخية. بعد ما أغسلها وأتأكد أن الموية صارت نظيفة أعصرها كويس، أنشفها وأفرمها في المفرمة كده أبغاها. طيب بعد ما تستوي الدجاجة نشيلها ونشيل أي زوايد، ونحط الملوخية. نجيب المضرب حق البيض ونقلب كويس عشان الملوخية تتجانس، بس أهم شيء تكون النار شمعة، حتى مو واطية، شمعة، عشان الملوخية لو غليت بتخرب كل شيء. نقعد نقلبها لين تتجانس. نجهز نص راس ثوم وشطة حسب الرغبة. طيب نفرمها، نحط سمن على النار وزيت، نحط الثوم والشطة، أو ما تبغوا شطة بكيفكم. شوية كده تتشوح، نحط ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة ناعم. بعد ما يصير لونها ذهبي نحط عليها الملوخية ونقلبها. يا جماعة تأكدوا ان الملوخية على شمعة عشان ما تخرب عليكم، النار على شمعة. بعد ما نحط الملوخية نحطها فيها خلاص ونقلبها شوية، نطفي النار. وعليكم بالعافية يا جماعة، يعني هذه ألذ ملوخية ممكن تاكلوها. ولا تستخدموا المجمدة مرة مو حلوة، استخدموها فرش مرة سهلة. جربوها وقولوا لي رأيكم. استنى أراكم في الكومنتات.